اكو اثنين اصدقاء، قصة عن الاصدقاء يسمعوها للنهاية. اكو اثنين سافروا ورادوا يغيرون عن نفسهم، من سافروا تونسوا وغيروا وجاوا، بهالاثناء هاي حجزوا لهم فندق غرفة هم سريرين. المهم رادوا يطلعون لان خلصوا سفرتهم، خلص يومهم بالفندق. ثاني يوم الصبح واحد من الاصدقاء قال له ما شفت مبلغ انا حاطه هنا جوا المخدة؟ ما شفتي؟ ايش نبع علي صديقه الثاني؟ قال لي ايه هذا المبلغ انا اخذته لان احتاجيتي، وان شاء الله من نوصل لاهلي انا ارجع لك اياه المبلغ. قال له هاي عادي ولا يهمك. يقول بهالاثناء هاي نزلوا يريدون ينزلون اثنيناتهم، من نزلوا صعد العامل المنظف راد ينظف الغرفه، وبهالاثناء هاي جاي ينظف ولقى الفلوس جو السرير واقعات. نزل عامل من النظافه صاح وراهم قال لهم هذا المبلغ لكم؟ قال له ايه هذا المبلغ لي. من طلعوا من الفندق نبع على صديقه قال له ليش ما قلت لي هذا المبلغ انت ما اخذته؟ قال له تدري ليش قلت لك انا ما اخذت المبلغ؟ لان لا قلت لك انا المبلغ ما اخذته ما راح تصدق بي، فلذلك قلت لك المبلغ عندي. ردت ما اخسر صداقتنا على مود مبلغ. خوش دائما واحد يفكر بعقل، لا يفكر برهونيه، ولا تحكم قبل. خوش مو كل شيء تحكم على الشخص بالحكي، لا. هنا اجى شنو؟ تفكير والعقل والتفكير الصح، لان ما راد يخسر صديقه على مود مبلغ. وهواي اكو بها اصدقاء يخسر صاحبه على مود حكايه، والله قال وقال قالوا هواي تقول الناس.